يا صباح الخير، انا سمر ودي قناتي. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كفتة الحاتي زي ما انتم شايفينها، جميلة جدا. ما كشتش ولا اتفككت منك ولا اي حاجة، وتفضل بالحجم بتاعها الطبيعي زي ما هو، بمكونين اتنين عندك في البيت. تابعيني لاخر الفيديو عشان تعرفي ايه هم المكونين اللي هيطلعوها جميلة كده وما بتفكش وهشة، وفي نفس الوقت لونها مكرمل وجميل. اول حاجة معانا زي ما انتم شايفين كده كيلو لحمة، 800 جرام لحمة و200 جرام دهن يا جماعة. عشان تديكي القوام اللي احنا محتاجينه لازم يبقى فيها نسبة دهن حلوة. ومعايا كمان بصلتين مبشورين زي ما انتم شايفينهم كده. هبدأ اصفيهم، انزل المية اللي فيهم كلها لان انا هحتاج التفل بس. هصفي كويس جدا كده البصل زي ما انتم شايفين بس، وهركنه على جنب شوية لغاية ما نشوف هنعمل ايه. جبت اللحمة هنزل عليها بالبهار. اول حاجة معلقة فلفل اسود كبيرة كده، وطبعا هننزل بالملح، والملح حسب الرغبة، ما تبقاش حادقة قوي معاكي يعني، لان اللحمة المفرومة ما تحتاجش ملح كتير. ومعانا مكون حلو جدا اللي هو بهار الكفتة يا جماعة، ده جميل جدا، بيديها نكهة حلوة جدا فظيعة كده، كأني جايباها من بره من عند الحاتي بالظبط زي ما انت شايفة كده. ومعايا شوية بقدونس مفرومين، هناخد بس الورق مش العيدان يا جماعة، الورق بس بتاع البقدونس. هبدأ ألم كل المكونات مع بعض كده، لأن أنا هفرمها بعد كده في الكبة، فهلم بس يا دوبك المكونات. لكن لو هنفرمها على ايدينا هتاخد لمدة 10 دقايق كده عجن، لغاية ما تدينا القوام الايه المناسب للكفتة. بقول لكم الكفته زي بتاعه الحاتي بالظبط، جميله جدا. وتابعوني لاخر الفيديو عشان تعرفي ايه المكونين اللي هيدوكي نفس النتيجه بتاعه الحاتي. هنزل بعد كده بالبصل زي ما انتم شايفين، ننزل الميه بتاعته، هخلي الميه لاني هحتاجها. وهنزل بالتفل بس على الايه اللحمه المفرومه. بعصر برضو التفل كويس جدا لغايه ما ننزل الميه اللي فيه ونحطه على الايه على اللحم، لان الميه بتفكك الكفته يا جماعه. هبدأ برضو ألم كده البصل مع اللحمة المفرومة، وهنزل بقى بالمكونين اللي انا قلت لكم اللي هم موجودين عندك في البيت، مهمين جدا. معلقة بيكنج باودر كبيرة زي ما انتم شايفينها، دي هتحافظ على قوام الكفتة زي ما هي، وهتخليها ما تكشش معاكي، في نفس الوقت ايه حلوة كده وجميلة معاكي، الصابع زي ما هو يعني. ومعايا كمان معلقتين النشا. معلقتين النشا دول برضو مهمين ليه؟ عشان ما تفكش مننا الكفتة وهي على السيخ، هيخلوا الكفتة متماسكة كده وجميلة. والبيكنج باودر هيخليها زي ما هي، حجمها الصابع زي ما هو، زي ما بتجيبيه من بره بالظبط. نبدأ نلم بقى كل المكونات دي مع بعض كده. يبقى المكونين الأساسيين البيكنج باودر والنشا، هحطهم بقى في قلب الايه الكبة كده، افرم الكفتة لغاية ما تدينا القوام المناسب. القوام المناسب هوريهولكوا دلوقتي، هتحس ان هي بقت ايه كلها متماسكة مع بعض، وفي نفس الوقت تحس ان فيها خيوط ومفتلة كده. بصوا بعد ما فرمتها هوريكم بقى بتبقى عاملة ازاي. بصوا تحس ان هي ماسكة في بعضيها وفي نفس الوقت فيها خيوط. بصوا بتشد ازاي، تحس ان فيها خيوط كده ومفتلة، وفي نفس الوقت متماسكة مع بعض. هو ده القوام المناسب للكفتة عشان تديكي النتيجة الكويسة بتاعت الايه الحاتي اللي بنجيبها من بره، زي ما انت شايفة كده. بعد ما فرمتها كلها هغطيها كده بستريتش راب واحطها في الفريزر لمدة ساعة عشان تهدى كده، ونبدأ نشكلها مع بعض. هنعمل هنا صوص بسيط. معايا مية البصل، وهنزل عليهم ببشرتين ببشرة طماطميتين، وهنزل عليهم معلقتين من الزيت، ومعلقة فلفل اسود، وشوية ملح زي ما انتم شايفين.
كمان معلقة من السكر كده عشان تخلي الكفتة مكرملة زي بتاعت بره بالظبط. هنقلبهم كده كويس جدا بس كده. وبعد كده هجيب اسياخ الشيش طاووق، جبت كوبايه فيها ميه وهنزل بيهم كده 5 دقايق من هنا و5 دقايق من هنا لغايه ما يتبلوا خالص، عشان لما نيجي نستخدمهم ما يتحرقوش على النار. جبت صاج او صينيه او اي حاجه تحطي عليها الشبكه دي عشان نحط عليها اسياخ الكفته. هحط بس في الصاج كوبايه ميه. كوبايه الميه دي ليه؟ عشان تدي طراوه للكفته واحنا بنعملها، تحسسك ان تخليها طريه كده وجميله ما تنشفش منك. بعد ما طلعت الكفته من الفريزر كده زي ما انتم شايفين، هبدا بقى اشكلها. جبت 4 عيدان من اساخ الشيش طاووق، لان عود واحد مش هيكفي، هيتكسر وانا بحط عليه الكفته. وهنجيب الصوص اللي احنا عملناه ناخد منه كده، نعوص ايدينا كده وناخد قطعه الكفته، نبدا بقى ايه نحطها على السيخ ونفردها مع بعض. تبداي كده تفردي الكفته على السيخ من اول السيخ لاخره كده، تاخد طول السيخ كله يا دوبك. من هنا تعرفي تمسكيها والناحيه دي تعرفي تمسكيها والناحيه دي زي ما انتم شايفين. انا فردت صابع الكفته عليها كلها، وتقفلي كويس جدا وتقفلي من الاول ومن الاخر كده، وتحاولي تعملي بصباعك الاتنين كده تدي شكل زي ما بتجيبها من عند الايه الكفته من بره، من عند بتاع الكفته من بره. بصوا الشكل بتاعها عامل ازاي، شكلها جميل جدا. هنعمل الصابع التاني كده معاكم ونفرد برضو من اول السيخ لاخره كده. بصوا فردناه ازاي. عايزه اقول لكم البيكنج باودر هيخليها زي ما هي حجمها ومش هتقل ولا اي حاجه خالص، والنشا هيخليها ايه ما تفكش منك. بعد ما عملتهم كلهم كده هبدا اخد بالفرشه وادهنهم بالصوص اللي كان معانا. الصوص ده هيديها لمعه كده وخليه لونها مكرمل وجميل، هتبقى احلى كمان من بتاعه الحاتي. هتشوفوها في اخر الفيديو جميله جدا، والحجم مش هينقص خالص بتاعها، ولا هتكش ولا هتفك مننا. وادخلها على فرن والع مسبق قبليها على اعلى درجة عندك، ياخد ربع ساعة، وتقلبيها على الوش التاني ربع ساعة تانية، يعني نص ساعة. وما تولعيش شواية خالص، على الفرن بس. وبعد ما دخلناها الفرن وطلعت زي ما انتم شايفينها، بقت بالشكل القمر ده، جميلة جدا زي ما انتم شايفين، شهية جدا. الصابع زي ما هو، لا فك ولا كش مننا ولا اي حاجة، يعني حاجة كده ايه من الاخر زي ما بيقولوا. بقت احلى من بتاعة الحاتي كمان. هبدأ بقى اطلعها قدامكم كده اوريها لكم. بصوا شكلها عامل ازاي، بصوا الصابع عامل ازاي، زي ما هو حجمه ما قلش خالص، وفي نفس الوقت متماسكه ما بتقعش ولا اي حاجه ولا فكت ولا اي حاجه. انا بحاول اطلع الاساخ كده قدامكم اوريها لكم. بصوا جميله ازاي، ولونها مكرمل زي ما بتجيبيها من بره بالظبط. يعني بصوا ولا بتفك ولا اي حاجه، ومكشتش، والصابع زي ما هو. هنبدأ بقى نقدمها مع بعض على بقدونس، طبعا كمية بقدونس محترمة كده. بص الصوابع عاملة ازاي، زي ما هي، لا كشت ولا قلت ولا اي حاجة. حاجة كده فاخر من الاخر زي ما بيقولوا، احلى من بتاعة الحاتي كمان. وهو ده الشكل النهائي ليها زي ما انتم شايفين. بصوا عاملة ازاي، رائعة. ولا لونها المكرمل لونها جميل جدا، حاجة كده من الاخر زي ما بيقولوا. بصوا بصوا جميلة وهشة من جوه وحلوة ومفكتش ومكشتش. ممكن تقدميها مع رز بالزعفران كده او رز بالكركم، جميلة جدا. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.